الجيش الرواندي. النادي الاهلي 2-0 الجيش الرواندي. والهدفين للنجمين الكبيرين عماد متعب ووليد سليمان. شريف إكرامي شريف طويلة بيلعب الضربة الحرة المباشرة إلى يدي الحارس إسماعيل مجرة. جميل جدا في الدقيقة 84 من زمن المباراة، وهدفين ملعوبين بالفعل لعماد متعب ووليد سليمان. توصل لعبد الله السعيد اللي بيلعب العرضية، ولكن إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح فاول هنا مع وليد سليمان. فاول مع وليد سليمان من جان باتيستا. هيخرج عبد الله السعيد ويدخل صلاح الدين سعيد في الدقيقة 87 عفوا من زمن المباراة. بيخرج صلاح الدين سعيد ويدخل صلاح الدين سعيد بديلا لعبد الله السعيد. ادي تمريرة طولية من حسين السعيد، ولكن ما توصلش لعماد متعب. محمد نجيب يشتت الى خارج الملعب. رمي التماس لصالح الجيش الرواندي. رمي التماس للجيش الرواندي. ميشيل نوجوجا بيلعبها على طول. اللاعب دوغلاس ميشيل نوجوجا. دوغلاس بيتقدم، بيمرر البينية الأمامية في محاولة لفريق نادي الجيش الرواندي. ميشيل نوجوجا بيلعب الكرة العرضية، وادي التصويبة إلى خارج الملعب تماما. تصويبة اللاعب ميشيل ألبريت وإلى خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. الأهلي يقترب من تحقيق الانتصار في مقابلة اليوم أمام الجيش الرواندي في دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا، شامبيونز ليج الإفريقي. المباراة الأولى هنا في رواندا. اللقاء الثاني أحد أيام 3 و4 إبريل القادم بالقاهرة. ادي تمريرة لفريق النادي الأهلي. محمود حسن تريزيجيه إلى الخلف لحسام غالي. تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه، حسام غالي على يمينه لحسام عاشور، إنما هنا في فاول مع حسام غالي. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. وعلى التنفيذ حسام غالي. حسين السيد، حسام غالي على يمينه لحسام عاشور. محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسام عاشور، باسم علي في منتصف ملعب فريق الجيش الرواندي. مرر إلى الخلف محمد نجيب، حسام غالي، محمود حسن تريزيجيه. وان تاتش حلوه قوي اللي فاتت، الباص اللي فاتت من تريزيجيه بالفعل، والله تبديل رائع تريزيجيه في هذا اللقاء. وايضا وليد سليمان. 3 دقائق وقت بديل محتسب بدل من ضائع في نهايه هذا اللقاء، بيشير بهم الحكم الرابع في هذا اللقاء اندرو لويس من زامبيا. طبعا طاقم التحكيم من زامبيا بيدير هذا اللقاء. وعلى فكره الحكم الذي يدير هذا اللقاء من زامبيا
كان حكم لقاء الاهلي والقطن الكاميروني العام قبل الماضي في جاروة بالكاميرون، وايضا حكم لقاء النادي الاهلي والزمالك في الجونه في مصر، اللقاء اللي فاز به الاهلي على الزمالك في ابطال افريقيا 4-2. يعني حكم مش غريب على مصر. محاوله من جديد لفريق النادي الاهلي. عماد متعب بيستلم تحت ضغط، يمرر اماميه الى صلاح الدين سعيد.